السلام عليكم. الوصفة دي بقى اللي أنا جايباها لكم النهارده حاجة كده تجنن، من زمان وأنا باعملها وطعمها يجنن على قد ما هي سهلة جدًا، الكبدة الإسكندراني أو ملكة الحديد، عشان هي كلها حديد كده. المهم بقى جبت نص كيلو قطعته عصافير اللي هو طرنشات صغيرة جدًا، وجبت واق وعلى نار عالية جدًا حطيت 3 معالق زيت، وأول ما سخنوا رُحت حاطة الكبدة. واوعوا تقلبوها يا جماعة لما تتشمع علشان ما تنزلش المية وتبقى زفرة. وبعد كده بقى حطيت حتة كده من الفلفل الحراق وكمان 3 4 فصوص من الثوم، واديتها تقليبة كده مع معلقة خل وكمان نص معلقة من الفلفل الأسود ومعلقة من الكمون ومعلقة من الكزبرة الناشفة ومعلقة ملح. طبعا كل المعالق اللي بنستخدمها هي معالق صغيرة. خلاص أخدت حوالي 5 6 دقايق استوت وبقت قمر. هحط عليها بقى فلفل رومي كده متقطع صغير قوي وكمان ليمونة، بس لما احط الليمون اطفي النار خالص. عايزين تاكلوها بقى جنب رز جنب مكرونه ولا سندوتشات زي ما انا عملت كده مع سلطه الطحينه، حاجه كده ما تستاهلش الا بقكم. الوصفه بالتفصيل ووصفات كتير حلوه قوي هتلاقوها موجوده ان شاء الله على قناتي. يا ريت تنوروني بالاشتراك وما تنسوش تصلوا على النبي عليه الصلاه والسلام، والف هنا.